ارجع لان الكلام اللي قاله انفانتينو، والكلام اللي كان طلع في الاعلام عندنا في السوشيال ميديا، ان هو قال وقال وقال ان انا مش عارف ازاي احنا اخترنا نادي مغمور زي ده ان يبقى في افتتاحيه كاس العالم للانديه، وكانوا يقصدوا في الفيديوهات اللي طلعت طبعا الاهلي. طيب يا اللي عملت الفيديو ده، يا بني ادم، يا اللي عملت الفيديو ده، لازم وانت بتعمل الحاجه تبقى انت دماغك شغاله. هل اللي هيشوف الفيديو ده هيصدقه ولا لا؟ ولا هو انت يعني انت عايز تعمل اي فبركه وخلاص واي كلام فاضي معقول؟ الموضوع لازم وانت بتعمله، لازم اللي هيستقبله تبقى انت عارف كام في المية منه هيستقبله وهيصدقه. طيب لو النادي الاهلي مغمور، انت النادي، انا ما اعرفش انت بقى يعني اللي عامل الفيديو ده، انت حسب انت انتمائك لنادي ايه ايا كان، انا هنا مش موجه لكلام النادي معين ولا بهين نادي معين، بس انا بتكلم على واقع، انا بتكلم على واقع. لو النادي الاهلي نادي مغمور، يبقى انت النادي اللي بتشجعه ايه؟ ولا حاجه. ما هو الاهلي بكل البطولات اللي واخدها وكل النجوم اللي على صدره دي اللي مش عارف يوديها فين، تمام، نادي مغمور. طيب انت بقى نادي ايه؟ انت نادي مالكش وجود، انت نادي مالكش وجود، انت بتنتمي الهوى، فانت هوى. انا مش هرد عليك اكتر من كده، انا ما اعرفش مين اللي عامل الفيديو ده، انا بس يا ريت الفيديو بتاعي يوصل له، يا ريت. ونفس الناس اللي بتتفرج حتى لو انتماءاتها بعيد عن النادي الاهلي، خليك راجل بتفهم، فهيم زي ما ولاد البلد بيقولوا، فهيم، ما يضحكش عليك. مش مجرد ان انت الكلام يتقال وخلاص، هيتقال عليك ان انت اهبل.